السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا احلى اخوات يا احلى فانز في الدنيا كلها. حبايبنا عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ومتهنيين وربنا يبلغنا رمضان لا فاقد ولا مفقودين يا حبايب قلبنا. رمضان جاي يجري يا حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجمعنا كده كلنا اجمعين ويكتبها لنا اجمعين، نتقابل كلنا عند الرسول ان شاء الله. اللهم امين. حبايب قلبي وحشتونا وحشتونا وحشتونا. النهارده تونا ايه عامله لنا ايه؟ عامله لنا مكرونه وبانيه. انا وهي بس اللي موجودين. عبده كان هنا ومشي، واسلام طبعا في امبابه عند دودو. جه برضو غير وراح تاني. يا ابني نازل ليه؟ قال لي انا رايح امبابه كده. ماشي يا حبايبي، فقاعدين بينا كلنا وتونا. احنا عارفين انتوا بتحبونا لوحدينا معانا. انا قلت له انزل اجيب بانيه، يعني ان شاء الله اجيب اي حاجه. انا رحت النهارده لقيته ب 100 كام؟ 95. البانيه بقى ب 195 يعني. قلت لها هات لنا رجول فراخ، ما تسمعش الكلام ابدا. ما بتتباعش. مين؟ الرجول دي احجزي. الرجول بقى بالحجز يا ماما. مش موجوده والله. ده تحجزي كده اتفضلوا. اتفضلوا معانا يا حبايبي. انت خدت ده انا هاخد ده. خدي. اتفضلوا معانا. كل حاجه غاليه، ويعني كل حاجه غاليه يا حبايبي، ربنا يرحمنا. الغلا دون. في فراخ نزلت مش عارفين بقى دي حاجه 65 جنيه الكيلو بلاستيك بيقولوا يعني. ففي ناس جربوها بيقولوا كويسه، اما الله اعلم يعني. لسه ما جربتهاش بصراحه. دي مذبوحه مجمده. فلسه مع يعني انا ما شفتهاش ولا جربتها بصراحه، بس هي نزلت في السوبر ماركت الكبير يعني. دي اللي هي الفراخ البرازيلي المجمده يا حبايبي، صح؟ ايوه البرازيلي. برضو عملت السنه اللي فاتت قبل كده ولا من قيمه كام سنه الله اعلم يعني، بس كانت نازله ب 25. كان الاربعه ب 100 على طول. ديت مثلا واحده ونص، الواحده كيلو ونص ب 100. والله العظيم واحده جايبه فرخه بس ب 200 جنيه. فرخايه ب 200. مضطره هي تاخدها، تقريبا عندها عزومه ولا حاجه فهتعملها. قالت الراجل ايه قطعها لي على 8 حتت، 8 قطع يعني. وفراخ بيضه يا حبايبي، يعني اللي كانت غاليه كنا بنقول عليها الفراخ البلدي اغلى من البيضه. انا مش عارف البيضه ايه اللي جرى لها كده، ما اعرفش. الفراخ هي مش الفراخ بس اللي غاليه، اللحمه ب 300 جنيه. البتنجان الرومي تونا نزلت تسال، كانت في السوق بتقول له كام بتنجان بكام؟ 15 و12. وبعدين مثلا انا هجيب بسنجان، انا هخلص عليه ازازه الزيت. ازازه الزيت بكام دلوقتي؟ كيلو بكام؟ 85 باين؟ حاجه و70. ولا 75؟ فربنا يرحمنا برحمته يا حبيب قلبنا. عايزين ننزل بقى نجيب الزينه بتاعت رمضان، وننزل نجيب حاجات رمضان ونوريها لكم باذن الله يا حبيب قلبنا ان شاء الله. رمضان دخل علينا يا حبايبي بقى، الزينه بتاعت رمضان كده والحاجات اللي كنا بنعلقها في الشقه بهجة رمضان هننزل ان شاء الله وهنصور لكم واحنا بنجيبها، وهنصور لكم واحنا بنعلقها ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ورمضان كله خير ان شاء الله، بيجي بخيره. مش عارفه بقى العزومات بقى، هل الناس هتعزم زي ما كانت، ولا مش هتعزم عشان اللي احنا فيه؟ الله اعلم بصراحه بقى. هو فعلا بيجي برزقه، بيجي بخيره، وربنا هو المعين. هيبقى في عزايم يا حبايبي برضه، بس طبعا كل واحد بقى على قده يعني. ربنا يعني متعوده ان انا اعزم اخوات مدحت، متعوده ان انا اعزم اخواتي كل رمضان. فربنا يعني يبعت رزقهم باذن الله. انا برضه عشان ما اظلمش يا حبايبي، عشان بنعزم، هي بتعزم اخواتها وانا بعزم اخواتي. انا هجيب فرخه واقسمها نصين، نص ليهم ونص لينا. ده لمين بقى؟ نص ليكم انتوا بقى براحتكم، يعني انتوا تفرقوا على نفسيكم.
ده عيلتكم ولا عيلتنا ولا النص احنا بتاع لوحدنا؟ اخواتي انا هفرقه بمعرفتي، يعني هدي دي يعني هي فرخه يعني هجيب فرخه نقسمها العيلتين؟ نصين، انت خدي نص لعيلتك وانا نص لعيلتي. طب واحنا اهل البيت اولا انا مع عيلتي وانت مع عيلتك. انت بخبي الرجول وخبي الدماغ وخبي الحاجات دي تيجي نحن. طب الفرخه بتيجي من غير رجول؟ ايه؟ لا تروح تشتري الفرخه من دول تقولوا له اديني الرجول ولو معمول لها كبيره قولوا له حط الكبيره. انت بتقولي ما بناخدش الرجول بعد والله ما بناخد رجول ولا الراس. لا قولوا له كل حاجه كل حاجه. بصي البتاع اللي بيشيلها من بطنها تقول له خلي كل حاجه اعمل سجق. مفيش حد بيجيب منبار دلوقتي يعملي البتاع ده السجق بتاع الفراخ. والله هو معاه حق فعلا. احاول ان انا اجيبها بدماغها وبديلها، قصدي برجليها حتى ممكن. وعايز الريش اعمل لك بيض وساده خالي. واحد بيضحك بس الضحكه فيها مراره من اللي احنا شايفينه. والله الله يكون في عون الناس اللي هي مش لاقيه فعلا والله. لكن احنا الحمد لله بناكل برضه الحمد لله. احنا احسن من غيرنا برضه. نحمد ربنا ونشكر فضله. بس احنا بنقول يعني عشان برضه في يعني ناس ربنا ربنا يتولاهم برحمته، وربنا ما بينساش حد برضه. طبعا ما فيش حد بينام من غير ممكن الفقير بياكل احسن من الغني برضه الحمد لله. الاغنياء بيعملوا رجيم على طول، انما اللي زي ده كده ناكل مكرونه. ايه المشكله؟ كل بانيه يا بنتي. بانيه شو راح يدوخ الاول بياكل بانيه دلوقتي ايه؟ بنقولها بانيه بافتخار، احنا بناكل بانيه. سبحان الله. انت تريقة على ايه ده؟ لو النهارده لو حد عايز او راح يجدد الجواز بتاعه بيطلبوا منه صور 4 في 6 هيتصور صور 4 في 6 كده يا حبايبي. حطها على الجواز بقى، يحطها في البطاقه، المهم ان هو هيتصور بالبانيه. ربنا يرحمنا برحمته يا رب. الحمد لله على كل شيء يا حبايبي. المفروض كنت اتصلت بعبده، بس عبده جايب قطه دلوقتي محتاس بيها. انت كنت قاعد معانا يا عبده. ده عايز تجيبها لنا هنا؟ احنا اصلا قبل ما نفتح القناه كان عندنا قطه صح؟ كان عندنا بوسي. كان موجوده في القناه؟ لا مش لا ما كانش موجوده قبل. كان عندنا يا حبايبي قطه اسمها بوسي متهيألي كده قبل ما نفتح القناه. ده عبده عايز تجيبها لي. كانت نضيفه جدا وبتحب اللعب وقنوعه، ما تبصش للاكل ولا حاجه ولا تشم، يعني نضيفه جدا. بس التونه كانت بتتضايق منها، بتقول لي شعرها منه. هي كانت بيضه نفس اللون ده، بيضه جدا، بيضه ما فيهاش ولا شعرايه ملونه ولا سودا ولا اي حاجه. كانت بتحب اللعب قوي، بس كانت شعرها بيطلع في السجاجيد عشان شعرها كان كبير. فالتونه تقول لي بص غير كده بلاقيها في الدولاب. والله الشعر ايه في الدولاب، عايزه بقى تجري تستخبى تلاقي راحت عامله الدولاب كده وماشيه وراها انا بالفرشه، ماشيه في الشقه كلها بالفرشه، الانتريه مليان. بصراحه قلت له ان انا لاقيه في الشقه دي. قلت له لا ما تجيبهاش يا عبده. قلت له لا ما تجيبهاش يا عبده. قلت له يا عبده هنتعلق بيها ومش ناقصين نفس القصه تاني. القطه هي من نوع الانف شويه يعني. هو بقى قاعد معاها وجايب لها اكل وعمال بقول له بتاكل ايه؟ قال لي بسلق لها بيضه باكلها جبنه نستون. قلت له ما شاء الله بيضه؟ دي بيضه؟ قال لي يعني دي بتقعد تاكلها في ساعتين 3. لسه يعني، بس هي لونها حلو. عندها 40 يوم حاجه كده. شهر عندها شهر. عمالين نقول هناكل ايه هناكل ايه. احنا ما كناش هنصور على فكره والله. ما
كناش هنصور لهدف يا حبايبي، الواحد ما بقاش عارف ياكل ايه. يعني عشان نشوف هناكل ايه مش عارفين. فقلت له اهم حاجه احنا نطلع بنقعد مع حبايبنا وخلاص. احنا طبعا طالعين نسلم عليكم طبعا، ودي اهم حاجه عندنا. هنعمل ايه يا حبايبي؟ انا بعمل بطاطس وهو ما بياكلهاش على فكره. اهو انا باكل اهو، وربنا يخليكم. انا عاملاها شيبسي. وربنا يخليكم لينا يا حبايبي، وما نتحرمش منكم ابدا ولا من كلامكم الجميل. وفعلا بنشكركم جدا جدا على كلامكم يا حبايب قلبي. مشتاقين على التعليقات اللي انتوا كتبتوها لنا وكتبتوها لضيوفنا، ومشتاقين جدا جدا يا حبايب قلبنا. والحمد لله على كل شيء يا حبايبي. حبايب قلبي مش عايز اكتر عليكم، ويا رب الفيديو الجميل اللي عاملينه نوتونا ده يعجبكم. تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.